أو كنت بتعمليها وانت كنت عايزة لسه خارج صح؟ كنت لسه عايزة أعمل فيديو أخرج كده وأنزل صح؟ مش كده؟ يلا نتفرج على اللي جاي يا حبايبي. يلا نتفرج. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي انا ولاء. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده فيديو حلو جدا، فيديو كده تشجيع هيديكي طاقه ان شاء الله ايجابيه تخليكي تقومي تخلصي كل اللي وراكي. قبل ما نبدا نعمل اي حاجه عايزين اول حاجه كده نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نورتوني طبعا في قناتي. عايزه اقول لكم ان انا مشتاقه جدا ووحشني جدا جدا التصوير بجد. يعني انا بغيب كده كل فتره اوقف التصوير وبعد كده برجع له تاني، بس ان شاء الله المره دي ادعوا لي كده ان شاء الله دعوه حلوه من قلبكم ان انا اكمل وان انا اتشجع كده ويكون عندي طاقه ايجابيه ان انا اصور. عايزين بقى نبدا النهارده روتين النهارده وان شاء الله هيشجعكم يديكم شويه حماس وشويه طاقه، ولو وراكي اي حاجه هتقومي تخلصيها كده وتنجزي كل اللي وراكي. عايزه اقول لكم ان انا بص شايفين المطبخ اصلا، يعني بجد ما كنتش عايزه اصوره بالمنظر ده، بس حبيت كده ايه بما اني اتشجعت كده. وعلى فكره الوقت كان متاخر جدا وانا بصور، بس لقيت نفسي بقى عندي شويه طاقه كده حلوه، فقلت خليني اقوم اخلصه واصور كده واسمي بالله. ونبدأ كده مع بعض بقى ان احنا نصور فيديوهات يعني فيديوهات الفترة الجاية ان شاء الله. اول حاجة بس كده ايه عايزة اقول لكم لو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى ان انت تشتركي فيها وتكوني كده فرد من افراد اسرتي ان شاء الله اللي هتكبر باذن الله وهتكبر بيكم. وكمان حطوا لايك للفيديو، ولو عجبكم تكملوه للاخر. بصوا مبدئيا جيت هنا بقى ايه، انا كنت بقالي كام يوم اصلا عند ماما وكده، فلسه راجعه وراجعه بقى زي ما انتم شايفين المطبخ كده ايه حاجه كده يعني بس يعني نخلصه ان شاء الله وننجز كل حاجه وهيرجع زي الفل. بصوا انا عندي جوزي ابراهيم لما بيكون بره او حاجه بصراحه يعني ايه احسن، يعني على قد ما هو ملوش قوي في وقفه المطبخ وكده، بس بيحب يعمل الاكل في البيت، ما بيحبش يشتري اكل من بره وكده. فكان بصراحه ايه يعني حاجه بسطاني وفي نفس الوقت بتزعلني ان هو بيقلب المطبخ بيكركبه خالص، بس ايه يعني ربنا يديله الصحه يا رب. كان سايب لي كده شويه مواعين حلوين هتشوفوا كل المنظر دلوقتي، بس قلت اول حاجه خليني ابدا بالرخامه افضيها علشان انا كنت راجعه متاخر شويه، فما كنتش عامله بصراحه ايه عشاء جامد كده، حتى عشان عشاء خفيف اللي هو جبن والكلام ده. فقلت خليني اعمل لهم صينيه كيكه كده تكون حلوه ياكلوها كده ايه لان هما العشاء ما كانش يعني اللي هو حاجات اكل كده دسم او حاجه، كان حاجه خفيفه خالص، وهم كمان ما كانوش اتغدوا كويس. قلت بعمل لهم صينيه كيكه حلوه كده ايه اللي هي الكيكه بدقيق الذره. مش عارفه في اكيد ناس كتير قوي تعرفها، اللي هي بص احنا عندنا اسمها بسيسه، مش عارفه بقى عندكم اسمها ايه، بس هي في الاخر دقيقه الذره. دقيقه الذره دي اللي هي بتتعامل بين الدقيق الابيض ودقيق الذره، حلوه جدا وبتبقى خفيفه، ما بتبقاش دسمه كده او حاجه، بتبقى حلوه جدا وطعمها حلو وخفيف، يعني ان شاء الله هتعجبكم. بصوا مبدئيا بقى ايه بعد ما خلصت الرخامه جبت بقى الحاجه ايه اللي هنعمل بيها الكيك عشان خاطر يعني نحطها في الفرن، وعقبال ما نخلصها نكون احنا خلصنا وشطبنا المطبخ وخلصنا كل اللي ورانا. عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي اهم حاجه عندي ان المطبخ تكون متروق، يعني احيانا الشقه عندي بتكون متكركبه شويه بسبب شغلي وبسبب ان انا برجع يعني يوميا مثلا مش قبل 5 6، فاللي هو الشقه كل يوم بعمل حاجه خفيفه كده والشغل التقيل بعمله في يوم اجازتي. بس المطبخ بالذات بصراحه ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمله اول باول، يعني والله على قد ما اقدر، بس يعني ساعات كده بيفلت مني وبيتركن شويه مواعين، بس طبعا مش زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي خالص. بصوا بقى خلينا في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه انا مسكت الصينيه كده ورحت دهناها بالزبده او بالسمنه يعني، او لو انت حتى كمان عايزه تعملي الكيكه بالزيت مفيش اي مشكله. دهنتها كده بالفرشه وبعد كده رشيت شويه دقيق علشان من تحت يعني من الكيكه ما تغمقش او تاخد لون مش حلو. بصوا بقى هنا انا استخدمت المقادير بتاعتي عامله ازاي، سهله جدا. وعلى فكره انا من الناس اللي ما بتعرفش تعاير قوي، وانا بعمل حاجه بالبركه كده والحمد لله بتطلع معايا كويسه جدا. استخدمت في الوصفه دي 5 بيضات، البيضه اللي هي الكبيره اللي هي الاحمر او الابيض، لان البلدي بيبقى شويه صغير، فاستخدمت منهم 5 بيضات. وكمان استخدمت 4 اكياس فانيليا، يعني قول مثلا معلقه صغيره بتاعه الشاي دي تكون مليانه لو انت عندك الفانيليا السايبه. انا استخدمت 4 اكياس هنا. بحط بص انا بعمل الكيكه وكلها في الخلاط،
تبقى سهله جدا، وكمان بضمن كمان ان السكر بيكون داب خالص، علشان لما بيكون لسه محطوط في الكيكه او بيكون مش مدبش كويس بيعمل زي نقط بني كده في قلب الكيكه من جوه في قلبها. فانا بحب دايما اضربها في الخلاط. فهنا استخدمت 5 بيضات، واستخدمت كوبايتين الا ربع من السكر، علشان انا هعملها بالبرتقال. لو هتعمليها باللبن مثلا فممكن تستخدمي كوبايه ونص. تمام. وجبت بقى هنا كيس تانك اللي هو تانك البرتقال ده، لو انت عندك برتقال بلدي اعصريه طبعا هيكون احسن، بس بصراحه ما كانش عندي في اليوم ده، فاستغليت كيس التانك اللي عندي وقلت اعمل بيه. فزي ما قلت لكم كده استغليت الكيس اللي عندي واستخدمته، حطيته في كوبايه من الميه ودوبته كويس. وهحطه بقى على الخليط بتاعي كويس. لما السكر اتاكد ان هو داب تماما مع البيض، هنزل بقى كوبايه العصير التانك بتاعتي. طبعا انا مزوده السكر زي ما قلت لكم، علشان التانك طبعا مش حاطه له سكر، فعشان ما يبقاش مزز قوي معانا وطعمه مش حلو، يعني نزود السكر شويه. ضربتهم برده كويس. في الكيكه دي احنا بنضرب، طبعا عارفين ان احنا بنضرب كل السوائل مع بعض. هنا زودت شويه ميه بس عشان حسيت ان الكيس تانك هيبقى كتير قوي على كوبايه الميه، علشان ما يبقاش مزز يعني زي ما قلت لكم. وضربتهم كويس كلهم في الخلاط لحد ما لحد ما اتاكدت ان كل حاجه ايه اتخلطت مع بعض كويس وبقت ناعمه جدا. هنا بقى ايه هقول لكم بقى انا حطيت قد ايه من السمنه وكده. في ناس طبعا بتعمل الكيكه بالزيت وانا ساعات بعملها كده بصراحه، بس لما بيكون مثلا اللي هي ان انا كيف قوي ان انا اكلها او كده، او حابه السمنه، يعني بحبها اكتر لما تكون معموله بده وده، جزء من السمنه وجزء كمان من الزيت، بيبقى طعمها حلو جدا كده. والزيت بيخليها خفيفه شويه، بس انا بحب بصراحه طعم السمنه اكتر. هنا كده بقى ايه حطيت كده ايه من غير معايير الزيت، بس تقريبا كان ربع كوبايه. وهنا حطيت معلقتين كبار من الزبده، معالق اللي هي المعالق الغرف. حطيت معلقتين من السمنه سوري، وكمان حطيت ايه معلقه صغيره من الخل، ده عشان اتاكد تماما ان البيض ما فيش اي ريحه زفاره خالص، لان كنت حطيت كميه بيض كبيره يعني. هنا خلاص بقى انا خلطت كل السوائل كويس قوي قوي مع بعض، واتاكدت ان هي اتخلطت كويس. هجيب بقى ايه طبق كبير هنا دلوقتي. بصوا بقى هجيب طبق كده كبير عشان انزل بقى السوائل دي كلها في قلب الطبق. وبعد كده بقى هنزل بايه بالسوائل الجافه يعني. فنزلت بالسوائل بقى زي ما قلت لكم في الطبق الكبير كده. ورحت بقى ايه هبدا بقى ان انا احط الدقيق واحده واحده. اقول لكم بقى احنا بنعمل ايه في الخطوه دي كويس. فحطيت انا كل شويه اقطع اقطع الفيديو علشان بيعملوا دوشه جنبي، وبرجع بعد كده برجع اكمل اسجل. خلينا بقى في المهم. نزلت بالدقيق. بصوا انا فاتحه هنا كنت جايبه نص من الدقيق الابيض ونص من الدقيق اللي هو الدقيق الذره. انا كان عندي شويه شويه صغيرين قدام، بس كملت عليهم دلوقتي. شفتين شفتين شفت الكوبايه اللي هي بتاعه الشاي الكبيره دي بتاعتنا، اللي هي بتبقى كبيره دي. اخدت منها كوبايه في الاول، وبعد كده اخدت كوبايه الا ربع كده تقريبا من الدقيق الابيض. وابتديت بقى ان انا بالمضرب كده ان انا ايه اخلطهم كويس قوي. طبعا الكميه بتاعت دقيق الذره بتبقى ضعف الكميه بتاعت الدقيق الابيض علشان تبقى مرمله معانا شويه. دي الميزه بتاعت الكيكه بتاعت دقيق الذره. يعني لو حطيتي مثلا استخدمتي كوبايتين من الدقيق الذره، يبقى هتستخدمي كوبايه الا ربع مثلا من الدقيق الابيض. هنا انا بقى الخليط السائل بتاعي كان معايا كتير شويه، فاستخدمت كميه اكبر. استخدمت في الاخر حوالي 3 كوبايات من الدقيق الذره، عليهم كوبايه ونص او كوبايتين الا ربع من الدقيق الابيض. تمام. هنا بقى حطيت كمان كيس محسن كيك اللي هو الكيك شيف ده، حلو قوي بصراحه، وبقالي فتره طويله بستخدمه بصراحه، بيظبط معايا الكيكه جدا. قلبتهم بقى كويس قوي بالمضرب، واتاكدت ان مفيش اي حاجه بقى ايه راقده تحت في الطبق خالص. وان هو كله اتخلط كويس قوي. بصوا بالسباتيولا دي كده جبت الحروف من تحت تماما، علشان ساعات بتبقى في دقيق ما اتخلطش كويس يعني، بيبقى في الحروف. فاتاكد ان كل حاجه اختلطت كويس لحد ما قوامها بقى معايا اللي هو ايه قوامها حلو، اللي هو مش خفيفه ومش تقيله. بص هوريكم قوامها دلوقتي وانا بحطها في قلب الصينيه بتاعتها. عايزه اقول لكم كمان ان انا من الناس اللي بتعمل الكيكه بتاعتها في صواني ألمونيا. يعني الاول كنت بعمل في صواني تيفال عادي اقول عشان ما تلزقش، بس دلوقتي بقى لي فتره طويله بعملهم في ألمونيا. بحس ان هي اطعم، بحس ان هي احلى، مش عارفه هل بقى فعلا ده صح ولا لا، بس انا بقيت على طول محبه قوي ان انا ايه استخدمها يعني في الصواني الألمونيا. هنا بقى كانت خلاص خلصت كل حاجه، وكنت كمان مشغله الفرن الكهرباء على درجه حراره 180
لو ما عندكيش فرن كهرباء ممكن تستخدمي على النار اللي هي مش عالية قوي ومش واطية، وسط. بشغل عليها من تحت، ولما هي احس ان هي خلاص تمام وهتطلع من الفرن، بشغل عليها من الفرن من فوق كده بتاع دقيقة او 2. ما طلعهاش خالص او افتح عليها قبل 40 دقيقة مثلا، وبعد كده ببدأ افتح عليها بسيط وبخلة كده او بسكينة واشوفها استوت. لو ما طلعتش وطلعت معايا نظيفة يبقى زي الفل استوت. بصوا هنا بقى انا كنت بعمل ايه. عايزه باقي دي بقى، كان عندي كذا كيس في التلاجة بواقي دي يعني كده، اللي هو كل ما اجيب دي اخد شويه واقفل الكيس. هنا بقى قلت احطهم بقى في العلب بتاعتهم وكده. العلبه دي كان مكانها دي ذره، بس كان بقاله فتره طويله كنت ناسياه، فرميته بصراحه عشان ريحته بقى غيرت برضو، ورحت ماسحه البرطمان ورجعت حطيتهم تاني. وهنا بقى الاكياس اللي كانت عندي اللي كان فيها دي حطيتها في العلب بتاعتها. عايزه اقول لكم العلبه دي من العلب اللي انا بحبها جدا. كنت جايباها علشان احط فيها الملح والدقيق مع بعض. هي عباره عن علبه بتتقسم نصين، وكل نص ما يعني مهما رجيتي في العلبه او حاجه ما بيختلطوش مع بعض. بستخدمها جنبي لما بكون بعمل اي حاجه في عايزه فيها الدقيق والملح، بحطها جنبي بتبقى مريحه بصراحه جدا وعمليه. بصوا بقى المنظر المنظر الصعب ده خالص. عايزه اقول لكم والله اكيد يعني المنظر مش مستحبه خالص يعني، بس والله غصب يعني. يا دوبك انا لسه راجعه زي ما قلت لكم من عند والدتي بالمنظر ده، بس يعني الحمد لله ربنا قدرني وخلصت المطبخ وبقى زي الفل. وطبعا ربنا يعينه يا رب اكيد يعني، طبعا مش هيبقى بيعمل الاكل لنفسه وكل حاجه، وكمان يعني هطلب منه ان هو يقف يعمل حاجه بصراحه كتر خيره. ربنا يديه الصحه يا رب. هنا بقى ابتديت ان انا ايه، الم كل حاجه الاول، اروق الرخام عشان اعرف اغسل المواعين، علشان بصراحه ما بعرفش اغسل المواعين تماما حتى لو كتير، غير لما احس ان المطبخ شويه ايه فضي شويه كده من الكركبه او من المواعين اللي فيه. جمعت كده الكوبايات كلها على جنب، وابتديت بقى ان انا ايه، اسمي كده بالله. وبصراحه اول ما دخلت على المواعين كده حسيت ان هي هتقفلني، سميت بالله كده وقلت بسم الله الرحمن الرحيم واستعنت بالله واستغفرت شويه. والموضوع بصراحه يعني بصيش على قد ما هم كانوا كتير جدا بس خلصوا معايا على طول. وكمان بص دي كانت مواعين بقى مغسوله، كنت انا اصلا غسلاها وسايباها لان ما كنتش سايبه اي حاجه. فطبعا عشان ما سبتهم يعني ما رتبتهمش وكده. فضيت بقى المطبقيه تماما عشان بقى ايه نشيل القديم ونحط الجديد. دخلنا بقى على المواعين كده وشغلنا الميه السخنه وقعدنا نستغفر كده شويه وربنا عنا الحمد لله، وخلصنا المواعين على طول زي ما قلت لكم كده، وما خدوش معانا اي وقت تماما بصراحه، لان كان المطبخ خلاص اتروق شبه اتروق وشبه خلص، ما كانش فيه الا المواعين. خلصت والحمد لله وتمت المهمه. هنا بقى بصوا انا برص على فكره، يعني المصفى دي بخليها الحاجات اللي هي بتبقى في الظرف الكبيره، يعني برص على طول، لان ساعات ما عملت المطبخ الالمونتين بصراحه الفكره بتاعت ان ما يبقاش المصفى بتاعت المطبقيه تكون مفيش تحتيها رف يكون منها على طول الحوض، بتسهل الدنيا معايا جدا. بحط الكوبايات والميه بتاعتها بتنزل على طول على الحوض، لان المطبقيه بتاعت الاطباق بتاعتي اللي هي فيها المطبخ دي اللي في المطبخ هي فوق الحوض على طول، فالموضوع سهل معايا، الميه بتصفي على طول تنزل في قلب الحوض. حتى ساعتها وانا بعمل المطبخ ما خليتش الراجل يعمل لي يقفلها من تحت يسيبها مفتوحه علشان الميه تنزل على طول على الحوض، بيسهل معايا جدا بصراحه. بيسهل معايا ان انا اغسل واروح حط على طول في المطبقيه رصاهم على طول، وكده كده ميتها بتصفي على الحوض. مش عايزه اقول لكم بقى منظر البوتاجاز شكله عامل ازاي. بص هنا اصلا في اليوم ده اللي انا اليوم اللي انا يعني قبل ما اجي بيوم كان هو قرر بقى ان هو مش عايز ياكل من بره زي ما قلت لكم، فقال لي بقى ايه قولي لي ايه طريقه العدس بيتعمل ازاي، والجو برد شويه وانا عايزه اكل عدس ومش عارفه ايه كده. المهم ان انا قلت له العدس بيتعمل ازاي. بصراحه لما رجعت كده كان في فاضل شويه عدس دقتهم، بصراحه كان طعمهم حلو جدا بصراحه، ربنا يبارك له عارف يعملهم شويه كويس جدا، وكان طعمه حلو. بس بقى فار منه شويه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، وهو بصراحه مش هيعرف يعني مش هيعرف يغسله ازاي او يشيله ازاي، فسابهولي لحد ما رجعت الحمد لله وخلصته زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان انا بقالي فتره طويله قوي ما بستخدمش ورق الالومنيا بتاع البوتاجاز، لان بصراحه لقيت كده اسهل بكتير، عملي كده بيخليكي على طول ايدك اول باول في البوتاجاز ومش بتركنيه، اللي هو اول باول البوتاجاز نضيف وبيلمع ومش محتاجه ان انتي تحطي ورق الومنيا ولا اي حاجه.
هنا بقى غسلته كويس زي ما انتوا شايفين كده، ونشفته كويس كمان بالفوطه، وكان خلاص. يعني البوتاجاز ده من ضمن الحاجات اللي في المطبخ اللي بتضايق منها لما بكون مش نظيفه. اول باول كده بقت ايدي فيه بصراحه، بقى مريح جدا في غسيله، ما بقاش الورق الالومنيا كان تعبني جدا بصراحه. كان في حاجات بتبقى محشوره تحتيه، وحاجات مثلا ميه، او لو بعمل اي حاجه تلاقي الميه دخلت تحت ورق الالومنيا، ما بتظهرش مثلا غير لما بتيجي تشيليها خالص، ما بتشوفيهاش غير لما تيجي تشيليها، فالموضوع كان رخم جدا. رصيت بقى هنا الحوامل بتاعه البوتاجاز بتاعتي، كنت انا غسلتها ونشفتها كده على طول، وابتديت بقى ان انا ايه ارصها كده. عايزه اقول لكم ان انا الفتره الجايه عايزه امسك العيون بتاعه البوتاجاز دي. كنت في مره من المرات وديتها للراجل اللي هو بتوع الحدادين دول، اللي هم بتوع النحاس والحدادين، كان ملمعهم لي كانهم جداد. عايزه بصراحه اعملهم تاني ان شاء الله. لما اعملهم هجيبها يعني هوريها لكم، واوريكم شكلهم اتغير ازاي، لانهم غمقهم قوي وشكلهم بقى مضايقني جدا. هنا بقى كنت خلاص خلصت المواعين، كنت حاسه ان انا ايه خلاص هطير من الفرحه بصراحه، كان المنظر مضايقني جدا. اتخضيت اول ما دخلت وشفت المنظر المواعين دي، بس الحمد لله ربنا قدرنا وخلصناهم، وبقت الدنيا زي الفل. والمطبخ كده اللي هو يشجعك تعملي اي حاجه دلوقتي، ويديكي يبصي يدوكي طاقه كده ان انت حتى لو وراكي حاجه في الشقه تخلصيها. زي ما الناس بتقول كلها ان المطبخ هو روح الشقه، ففعلا طول ما هو بيبقى نظيف بتحس ان هو ايه في راحه. اخر بقى حاجه كده خلاص، مسكت بقى الرخامه دي وغسلتها كويس قوي. وكمان عايزه اقول لكم كمان الورق اللي انا حطاه ده، اللي هو الورق اللي بتلزق على الحيطه ده، حلو جدا بصراحه. فالورق اللي انا لازقاه ده بصراحه حلو جدا، عملي جدا، وما بيتقطعش خالص، ضد الميه فعلا. يعني انا كل ما باجي اغسل الرخامه وبعمل اي مواعين، اروح مثلا غسلاه كده معايا بالليفه، ما بيتاثرش خالص، لا بيتقطع ولا يتبهدل ولا اي حاجه. عملي جدا بصراحه. خلصنا بقى هنا كل حاجه، واللي هو اللحظه اللحظه السعيده ان انت تغسلي كده الحوض وتلاقي حوضك فوق، الحوض بتاع المواعين فاضي ومفيش اي حاجه بصراحه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم حاجه، الصابونه اللي انا بستخدمها دي بتاعه الحوض، اللي هي الصابونه، عارفين انتوا الصابونه بتاع نابلسي والشاهين، اللي هي الصابون بتاع امهاتنا كده واجدادنا، اللي هو الصابونه القديمه دي اللي كانوا على طول بيستخدموها، اللي هو بتستخدم لكل حاجه. دي هي اللي انا فبصراحه من ساعه ما بقيت اجيبها وهي بقت بتخلي كده حاجات معينه تلمع، زي الالومنيا، صواني الالومنيا. انا ما عنديش حله الالومنيا بس عندي شويه صواني كده الومنيا. بصراحه بتخلي الالومنيا بتلمع، وكمان حوض الاستانلس والبوتاجاز دايما مخلينهم، يعني انا مخليها لكده، بس مخليها للحوض واي حاجه الومنيا، بصراحه بتخلي الاستانلسين يلمع جدا، والالومنيا بصراحه ممتازه قوي. فانا على طول حطاها كده، بجيب اللي هو الصابونه ممكن تقعد معايا فتره طويله، بسبب ان انا ما بستخدمهاش غير في الحاجه اللي انا قلت لكم عليها دي، بس الحوض وخلاص. هنا بقى كنت خلاص خلصت بنشف بس الرخامه مكاني. عايزه اقول لكم ان انا الفتره الجايه بس عايزه اعمل وزره كده للرخامه، لان ملهاش وزره، فكل ما اغسل مواعين هتلاقوا الارض كلها اتبلت بسبب شويه مواعين. خلصت بقى هنا، كنت كمان غسلت الباسكت بتاع الباسكت المطبخ، يعني اللي بنحط فيه البواقي الاكل والفضلات وكده. بغير الكيس بتاعه كده دايما اول باول، بحط كيس صغير عشان يتملي، واخده معايا الصبح مثلا ايه، وانا نازله الصبح رايحه الشغل وكده. خلاص بقى اللي هو اخر حاجه الارضيات اخر حاجه دي الارضيه، ببقى خلاص يعني اللي هو فصلت، بس ببقى يعني اسعد لحظه في الوقت ده، لان انا خلاص اغسل الارضيه واكنسها الاول، وبعد كده ايه هنا بقى خلاص كنت زي ما قلت لكم كده خلصت المطبخ، بس بكنسه ايه. والحمد لله شطبنا المطبخ وتمت المهمه بحمد الله. عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده ما عملتش اي حاجه تانية خالص، ما عملتش اي حاجه، كنت ناويه كده اول ما جيت ان انا هعمل بقى الشقه كلها والمواعين وي وي وي. بس بصراحه ما قدرتش، خلاص كان المطبخ خد كل طاقتي، وما بقاش عندي طاقه ان انا اعمل اي حاجه. كل اللي انا عملته بس ان انا هديت كده مع نفسي شويه ومنتجت الفيديو، وكمان سجلته بس وخلاص. عايزه اقول لكم كمان ان انا ايه يعني سجلها كده وانا مستربعه، لان كنت خلاص وانا بصوره كده، او انا كمان بس بمنتج الفيديو كنت فاصله. كنت طبعا صاحيه بدري جدا علشان شغل وراجعه، ورجعت على هنا على شقتي، فبصراحه كان يوم مرهق جدا ومتعب، بس يلا الحمد لله.
بصوا عايزه اقول لكم ان ايه، يعني احنا كستات يعني مهما كنا تعبانين، مهما كنا مرهقين، او مهما كان عندنا مشاكل، احنا الوحيدين اللي لازم نكمل. لان يعني ايه، ربنا يدينا الصحه كلنا، ويدي كل ام وكل ست بيت او كل زوجه يعني بجد يديكوا الصحه. وربنا يا رب يعم علينا الصحه كده، ونفضل كده مكملين، ويدينا الطاقه والصحه ان احنا نفضل نخدم كده نفسنا، ونخدم اولادنا وبيتنا وزوجنا وامهاتنا كمان. لان بصراحة يعني الواحدة الست بالذات لما بتقع او لما بتتعب او لما بتريح شوية، تلاقي الدنيا باظت شوية في البيت بالذات. طبعا طبعا يعني الراجل ليه كل الحاجة، ويعني ليه طبعا كل التقدير وكل حاجة، بس الست طبعا ايه، هي روح البيت. فربنا يعزنا كلنا كده ويدينا الصحة، ويديكوا الصحة كده ان شاء الله. آه وبس وبس انا خلاص خلصت. خلصت هنا الدنيا بقى، وفرشت السجادة. هنا بقى شلت الكرسي ده اللي انا كنت اصلا ايه، عايزه اقول لكم ان انا الكرسي ده اصلا حاطاه هنا جنب المطبخ، جنب الغساله طول الوقت جنبي، علشان انا اصلا قصيره، يعني انا قصيره. وكمان المطبخ لما الراجل بتاع الالمونتاج جه يركب المطبخ، علولي قوي، فبصراحه ببقى محتاجه كرسي كده عشان اقف لو اجيب حاجه من الظرف العاليه اللي فوق وكده. كنا خلاص خلصنا المطبخ، عايزين نكافئ نفسنا بقى كده بشويه شاي، وكمان بقى حته كيكه كده، بما ان بقى ايه الكيكه بتاعتنا طلعت، هي احمرت شويه بس سنه من فوق، بس هي ما اتحرقتش ولا حاجه، هي بس احمرت سنه صغيره. كنت سرحت عنها دقيقه كده ولا اتنين، فاحمرت بسرعه من فوق. عملنا بقى كوبايتين الشاي بقى كده، كوبايه الشاي المتينه دي اللي هي تعوضنا عن الوقت او المجهود اللي احنا عملناه. وكمان معاها كام قطعه كيكه كده، اللي هو نقعد مع نفسنا شويه، او نريح كده نفسنا، وندي نفسنا ايه شويه كده استرخاء كده وهدوء شويه عن المجهود اللي احنا عملناه. بصوا الكيكه بصراحه طلعت طعمها حلو جدا. بس هي كان بس ناقص لها حاجه، هي كانت محتاجه صينيه اصغر من كده عشان تبقى عاليه معاكم. لان هي مش حاساها عاليه زي ما بعملها كل مره، كل مره بتبقى عاليه عن كده زياده. بس المره دي بقى حسيتها هبطت شويه، لاني اتلخبطت، المفروض ان انا بعملها في الصينيه اللي اصغر من دي على طول، فانا اتلخبطت وجبت الصينيه الكبيره، ما جبتش الوسط. فعشان كده حاساها ان هي ايه مش عاليه زي كل مره بعملها. بس كطعم بقى كان طعمها حلو جدا، ولونها كمان كان لونها حلو. هي في الفيديو كده حاساها ان هي لونها عامل مصفر قوي، بس هي على الحقيقه لونها مش مصفر قوي كده. بس كطعم بقى تحفه بصراحه، كان السكر بتاعها كمان مظبوط، مظبوط مع البرتقان كده، اللي هو مش مسكره قوي، وفي نفس الوقت الكيكه مش مززه من كتر ايه، مش ما فيهاش مزازه كده ايه من كتر البرتقان وكده. بس عملنا كوبايتين الشاي زي ما قلت لكم كده، ورحنا بقى ايه كده انا وبقى ما قعدنا كلناهم كده، والواحد بقى ايه ظبط دماغه كده والجمجمه، علشان يكمل بقى ايه لو في حاجه تانية هنعملها. هنا بصوا حبيت اوريكم بقى شكل المطبخ كده ايه، وهو كل حاجه خلصت فيه، علشان يفتح نفسكم كده لو وراكم اي حاجه تقوموا تخلصوها على طول. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب كده اكون اديتكم شويه طاقه ايجابيه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.